أنقذ الزعيم السعودي ما أوجه الأندية العربية وأعطاها بأكبر المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية مانشستر سيتي، الذي أبان للجميع في الأدوار الأولى بأنه قادم من أجل الفوز وإنقاذ الموسم. لكن إنزاغي كان له كلام آخر. شكرا للهلال التي أمتعتنا قبل فجر الثلاثاء وبتوقيت المغرب ودكت شباك غوارديولا 4 مرات. شكرا للزعيم، فإنك تسير على خطى المنتخب المغربي في قطر، لا شيء مستحيل. والله أفرحتمونا وأدخلتم البسمة على شفاهنا. قفزنا 4 مرات في بيوتنا، في كل قفزة كانت تتحرك العمارة التي أقطن فيها وكأننا أهلاويين جميعا. إنها العروبة وما تبقى منها. شكرا لكل من ساند الهلال، ونعود لمجريات اللقاء الذي دار في الساعة 2 صباحا بالتوقيت المغربي وفي ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم. وبرسم ثمن النهائي تمكن الهلال السعودي من التأهل للدور القادم الربع النهائي عقب فوزه على مانشستر سيتي ب4 أهداف ل3. انتهاء المباراة في وقتها القانوني بهدفين لمثلهما، وتمكن برناردو سيلفا من تسجيل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 9 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأبناء غوارديولا. ومع بداية الشوط الثاني تمكن ماركوس ومالكوم من قلب النتيجة للزعيم في الدقيقتين 46 و 52 قبل أن يعدل النتيجة الدبابة النرويجي هالاند في الدقيقة 55 في مباراة كانت جميلة قدمت فيها عناصر الزعيم لقطات ولمسات وهجمات كانت أن تعطي التقدم للهلال مرة أخرى. انتهى اللقاء بهدفين لمثلهما، ولا أحد كان يتوقع هذا السيناريو. في الشوط الإضافي الأول ضربة رأسية من ركنية لكوليبالي أسكنها في شباك إيدرسون ليرفع الزعيم التحدي من جديد، إلا أن إدخال فودين في الشوط الإضافي أتى بما تمناه غوارديولا، وهو تحقيق التعادل في الدقيقة 104. ولنعود للهدف الأول الغير الشرعي للسيتي، شاءت الأقدار إلى أن تنصر المظلوم الزعيم بهدف في الدقيقة 112 لماركوس لينهي اللقاء بالمفاجأة المدوية، تأهل الهلال على حساب السيتي. كل التنويه للدفاع الهلالي الذي وقف سدا منيعا لأخطر فريق في البريمير ليج هجوميا. وننوه أيضا بتدخلات العنكبوت والحارس المغربي ياسين بونو. وسيلاقي الهلال في ربع النهائي فلومينينسي البرازيلي، والذي بدوره فجر مفاجأة مدوية بإقصائه لأنتر ميلانو وصيف بطل أوروبا ب2-0. وستجرى المباراة الجمعة القادمة على الساعة 8 بالتوقيت المغربي. حد موفق لإخواننا السعوديين، نتمنى استمرار الملحمة الكروية والذهاب لأبعد نقطة. شكرا للزعيم، شكرا للهلال ممثل الكرة العربية الوحيد في كأس العالم بأمريكا.